السلام عليكم أصدقائي حبايبي، أهلا وسهلا بيكم. طبعا مباراة الأهلي والمصري الأخيرة كان فيها طاقم تحكيم الحكم يترأسه أسوأ حكم شفته في حياتي. أسوأ حكم شفته في حياتي. حكم ما عندوش فكرة عن كرة القدم على وجه الإطلاق، أو عنده فكرة بس هو بيتعمد إنه يكون ما عندوش فكرة. رجلي كانت هتتكسر. راجل واخد 17 أو 20 غرزة، كل الامور دي قدامه. هل انتوا مقتنعين ان الراجل ده حكم؟ ضربة جزاء صحيحة 100% للنادي الاهلي. الاغرب من كده انه رايحين يتكلموا معاه على الوقت الضايع اللي من الممكن، ماشي ما فيش مشكلة، مش هنقدر نتكلم على الوقت الضايع، او ممكن يصفر قبلها بدقيقة بعدها بدقيقة، مش مشكلة. احنا لعبنا 90 دقيقة ما يسجلناش اهداف. دي مش قصة خالص على وجه الإطلاق بالنسبة للموضوع ده، مش قصة خالص على وجه الإطلاق. ولكن إن أنت رايح تكلمه يدي إنذار لواحد عنده إنذارين عشان يغيب عن ماتش القمة، ده فعلا حكم سيء جدا. حكم سيء جدا جدا جدا. لابد إن الأهلي ياخد باله، ولابد إن اللعيبة تدخل تنهي المباراة في أول شوط علشان ما نرجعش دايما. إحنا كان عندنا فرصة نبقى 7 نقط، ما نستناش للشوط الثاني ابدا. مع الفرق والتحكيم ما تستناش للشوط الثاني، لان الفرق كلها بتلعب تحت عرضتها. مصر كلها بتلعب ضد النادي الاهلي تحت العارضه، مصر كلها بتلعب ضد النادي الاهلي تحت العارضه. فلابد ان يبقى في تكتيك وفكر من مدرب واللعيبه وبالاصرار يفوزوا في اول شوط. يخطفوهم ليه؟ زي ما انتم شايفين، هاتوا لي فرقه ما بتلعبش دفاع قدام النادي الاهلي. حتى الفرق، والله الفرق اللي بتنافس على البطوله داخل الدوري الممتاز بتلعب دفاع مع النادي الاهلي. لو بتروح حتى للترجي هناك في تونس بيلعب دفاع مع النادي الاهلي، الوداد بيلعب دفاع مع النادي الاهلي، كل الفرق بتلعب دفاع مع النادي الاهلي. فلابد ان المدرب ياخد باله من القصه زي عشان يتدارج عدم ضياع الوقت. ولكن الحكم كان فعلا سيء. ولكن مش هنعلق القصه كلها واحنا عندنا 90 دقيقه كامله ان احنا نستنى ان الحكم يدينا ضربه جزاء. شكرا.